دلوقتي يا جماعة لما اروح لأمي بعيال زيارة عائلية جميلة، الزيارة دي هدفها الاستجمام التام والراحة المبالغ فيه وعدم الحركة والجلوس على الكنبة من أول ما أدخل من الباب لحد ما أقوم أروح. مطلوب منكم تشيلوني أنا وعيالي على كفوف الراحة. هتقولي لي بنتك عملت ابنك صوت، هفضل أصوت تاني لما ألم عليكم الشارع؟ محدش يكلمني، انا بجيلكوا خلصان. البت ضربت خالها براحتها، الواد خزق عين خالته براحته يعمل اللي هو عايزه، ابنك كل مناديل مش مشكله هتنزل في القعده. قومي شطفي بنتك، قومي اكلي عيالك، قومي اعملي، قومي خلي. انا عايزاكوا تتعاملوا معايا معامله الشيخوخه. واحدة عندها زهايمر، عندها شلل نصفي في أيامها الأخيرة، عدم القدرة على الحركة. فواحدة بقى تقول لي اعملي دي وخلي دي وسوي دي. أنا بعرف أعمل حاجة واحدة بس، أنا بعرف آكل. ادوني أكل، ادوني عصاير، ادوني فشار، ادوني محشي، ادوني كل فاكهة، ادوني حلويات، ادوني لب، ادوني كل حاجة موجودة في هي بقى حد سمع الرسالة دي ياخد المقطع ده ويبعته لأهله طوالي. طبعا احنا عارفين بنروح بيت أهلنا عشان يعني نرتاح أعصابنا، مش علشان نروق ونطبخ ونعمل، لأ. ده على كده مش كنا هنروح خالص، احنا رايحين عشان نريح أعصابنا. يعني صدق المثل اللي قال يعني نطلع من بيت ما نلاقيش بقى بيت تاني وشغل وكراكيب واغسل مواعين وهرجة. لأ يا جماعة، الناس بيروحوا بيت أهلهم كده يلاقوا أكل، عايزة فراخ، لب، تسلية، كيكة، دولسي، ايس كريم، الحاجات بقى الحلوة دي تفتح النفس للذمة دي. ما اي حد بقى يسمع المقطع الاول ده ياخده ويقصه ويبعته طوالي لاهله، يقول انا عايز زي كده بالظبط. المعاملة كأنها معاملة شلل، كأنكم بتعاملوا طفل، تعملوا له اي حاجة نفسه فيها. انا بموت ونفسي في الحاجات الاخيرة اللي بتحصل دي. والله يعني انا حاسه يعني ايه، لما الواحده بتروح بيت اهلها لازم يعني يوفروا لها كل حاجه يا جماعه، يوفروا لها كفايه. يبقى طلع عينها في بيت جوزها، يبقى بيت جوزها وبيت اهلها غسيل مواعين وهنا غسيل مواعين. لا، عيب عيب عيب. يعني من حقنا ايه بقى، نريح اعصابنا شويه. يلا بينا ندخل بقى على الفيديو بتاعنا وبسرعه. بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا، بدي اشكر كل اموره او كل اخت او كل صديقه او كل اخت ليا دخلت واشتركت في القناه. في مشتركين كتير قوي نزلوا في القناه بتاعتي. والله يا بنات انا فرحانه بيكم جدا جدا والله، ونورتوني وشرفتوني. وبتمنى يكون تسمعوا الفيديو ده وانا بقول لكم يا احلى اخوات في الدنيا، يا احلى سند ليا في الحياه بعد ربنا طبعا. والله يا بنات انا بفرح حتى لو بصديقه واحده دخلت كتبت كومنت او اشتركت في القناه، كفايه اللي هي افتكرتني بس. اما اكتر من كده ولا اقل من كده. والله نورتوني ونوركم ده على دماغي من فوق. النهارده بقى كنت بعمل فراخ، والفيديو ده هتلاقوه بقى ايه متوزع من جميع كل حاجه. هتقولي ليه اللخبطه دي؟ معلش استحملوني. اليومين دول يعني بمر بفتره صعبه شويه، يعني الدنيا مش متظبطه معايا، مش عارفه اظبط حاجه بصراحه، كل حاجه بره السيطره خالص. انا هنا بقى الفراخ دي كان بقالها فتره يا جماعه في الفريزر. ما طبعا زي ما احنا عارفين لما الفراخ بتطول في الفريزر بتحس لها طعم غريب او ريحه غريبه كده. ما انا عشان ده كله بقى اتاكد ان ريحه الفراخ بتاعتي جميله وحلوه كده وكل حاجه فريش، ببدا ان انا اشوح الفراخ الاول بفص ثوم بقرن فلفل بالبصلايه، وافضل اشوح 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 لحد تشوح معايا تبقى من ناحيتين متشوحه. ببدا بقى انزل باي بهارات عندك طبعا متوفره. انزل بالبهارات فراخ وكمون وفلفل اسمر وواحده مرقه ماجي، وفضلت اقلب شويه كده وخلاص بقى بسيبها كده شويه. وبعد كده بقى ازودها حبه ميه. طبعا لو عندك ميه فلتر يبقى احسن، لو مش عندك خلاص بقى من الحنفيه زي ايه امهاتنا امهاتكم كده بتاعت زمان. بس نزلت الاول بحبايه طماطم وفضلت برضه اشوح فيها اهوت. والله يا بنات كأنها كانت لسه مذبوحة ومعمولة في ساعتها، كان طعمها فظيع. مش كأنها كانت في الفريزر ولا بقالها فترة في الفريزر ولا الكلام دي، كأنها صبحة. وجربوها وعلى ضمانتي. تعالوا بقى هنا ده بقى في يوم تاني زي ما قلت لكم الدنيا متلخبطة معايا شوية، ما معلش استحملوني. هنا في اليوم ده بقى كنت جايه ومستعجلة، واكيد باين من العباية السمراء اللي انا ايه لابساها. وقلت بقى هعمل اي اكله كده على السريع. ما عملت ايه بقى؟ كشري.
ما اغزاك والله. عملت كشري يا بنات وانا بصوت من البصل، لان انا اصلا عندي حساسيه جامده من البصل. انا تلاقوني لما باجي اخرط بصل تلاقي ان انا بعيط كأن حد مديني علقه. بل انا اصلا اكتر الاوقات بمنع ان انا اخرط بصل قدام الشاشه، اكيد مش هفضل اعيط ايه قدام الشاشه وكده. ما ببدا ان انا لما بخرط بصل بحاول ان انا ببعد الشاشه، بعيد وشي الكاميرا، يا رب الشاشة الكاميرا، معلش سامحوني. زي ما قلت لكم الدنيا متلخبطه معايا، ما اكيد برضه هتبقى متلخبطه في الكلام. ما هتلاقوا الدنيا ولا متركبه في الفيديو، ولا متنظمه في الفيديو، ولا متنظمه في الصوت. معلش. بعد بقى ما حمرت البصليه كده واتاكدت بقى ان هي اتحمرت وخدت لون جميل كده، بدأت بقى ان انا انزل بالكشري والكمون. انا بحب احط كمون، وما بحبش احط فلفل اسمر بصراحه. وبحب احط واحده مرقه ماجي، مش عارفه انا حطيتها بقى في الفيديو ولا بعد ما قفلت الفيديو، مش فاكره، او انا حطيتها. بس انا بحب احط فيه مرقه ماجي، بيديله بقى طعم تحفه تحفه، وبالذات بقى لما يبقى سخن. احلى كشري تاكليه وهو سخن، بعد ما بيبرد لا. وخلاص بقى بزوده. لو انت عامله فراخ وعندك شوربه فراخ، اعملي بشوربه فراخ، ما تزودوش بالميه. ماشي، بيديله طعم احلى وريحه احلى كمان. اهوت زودت حبه كمان عشان الرز ده بس ايه بيشرب معايا الميه كتير، عشان رز قديم، يعني رز قديم عندي ما ايه بيشرب ميه. هنا بدوق لقيت الدنيا تمام، بقولكم لا كده 10/10. بدنا نعمل بقى احلى طبق سلطه واجمد طبق سلطه. هو الخس طلع؟ لا يا جماعه الخس مش طلع، والله الخس ما طلع. بس زي ما قلت لكم الفيديو دوت عندي من زمان من زمان من زمان قوي قوي قوي. المقطع ده عندي من قبل رمضان، تتخيلوا انتوا بقى المقطع ده والله يا بنات من قبل رمضان وهو عندي. كان ساعتها في اخر الخص كده، يعني خلاص بقى الناس بطلوا يجيبوا خص كده، او في اخر الخص كده. حتى ساعتها قلت لكم كنت عامله قبل كده سلطه وكده، وقلت لكم لا ما حدش يجيب الخس مش بدا حلو ومش مسكر وشايخ. معلش اهو. عايزه ايه وانا اعمل ايه؟ وهوت وبقيت بقى بخرط الخس كده. وكمان بقى كنت مقشره طبق بطاطس جامد كده وشطبت على الحوض زي ما انتم شايفين. كان ساعه ما كنت بغسل الكشري كان مليان مواعين في كذا طبق كده. رحت ماسكاه بقى ايه ومشطبه بقى على الحوض. كان وطيت على الكشري وكده. ورحت بقى مخرطه طبق البطاطس دوت ومجهزه بقى حاجه السلطه منها بقى. انا بفتكر معاكم ايه اصلا حاجه السلطه ديت، عشان كده ايه بقول لكم الفيديو من زمان اهو يا لوح. الفيديو من زمان من اصلا الناس انا عملت ايه في المقطع ده. ما انا بتهيألي بقى كان في جزر. نعم نام يا لوح. لا هتنام، دي هتنام، دي هتشلين مش هتنام. المهم بقى كان في طماطم، طبعا سادة معروفة بالطماطم. طماطم وبتقلي فلفل وايه تاني يا رب، خس وجزر. وزي ما قلت لكم مش فيه خس الايام دي خالص خالص، عشان ما حدش يستغرب من الخس وكده. يعني المقطع ده معايا من زمان من زمان. ايه يا لوح. طبق البطاطس ده بقى جنب الكشري جامد، بالذات بقى يا بنات ده وانتوا سالقين بيض يا جامد يا جامد. تبقى سلطه ويبقى بطاطس ويبقى الكشري ويبقى بيض بقى مسلوق، كل واحده على الاقل حاجه بيضه، يعني في الغلا اللي احنا فيه يبقى بيضه حلو كلها بروتين وفيتامينات، والدنيا رايقه في الغلا. اهو خلاص بقى طبق السلطه، وبالتالي ما خدش حاجه بقى إيه، بس ايه الجزرية دي بقى امسكها وافشرها واطلع عينها، لازم اطلع عينها كده. اه بس وانت بتفشري كده اوعي تتعوري، اوعي نعم، عشان لو اتعورت مش تيجي تقولي اصلا انت حسدتيني، انا مش حسدتك. اهوت عمالة تطير. هي اصلا بتبردة، يعني هي البتاع دي بتبردة مش بتعمل زي الاول كانت حامية. واخر حتة كده افحنكي بقى من غير ما تشوف. وخلاص نفض طبق السلطة الجامد اخر جمدان خلص. وبصراحة طبق السلطة دي اللي بيفتح النفس على الاكل وكده، وانا بحب احطه عامة، يعني مش ليها في السلطة وكده، بس انا بحب اعملها واحب اظبطها.
سلطة الشتاء معروفة عن سلطة الصيف، يعني بتبقى كلها بروتين كده وفيتامينات وحاجات حلوة. ممكن كمان تحط لها بسلة، وممكن بسلة، وممكن ايه يا رب تاني، وجزر وجرجير وخضار محشي، وايه تاني يا رب، وطماطم وفلفل. وبتبقى طبعا مليانة بروتين. محدش يقول اتصل معفنة دي، عشان مش هطلع بره الكاميرا واخبطك على دماغك بيها. اوعي تقولي اتصل معفنة دي، استحملوني بقولكوا بمر بوقت يعني. يلا الحمد لله. هنا بقى طبق السلطة الجامد، وايه تاني وطبق البطاطس، وايه تاني وطبق سلطة، وطبق بقى الكشري. والكشري طبعا قلتلكوا زي ما قلتلكوا سخن ويبقى مفحفح كده، ويا سلام بيدوب في الحنك، بيدوب كده في الحنك. هنا بقول لكم ما شاء الله عليه. هنا بقى في يوم تاني او يوم تالت او يوم انا مش عارفه، كنت بقى عامله فراخ وعامله بقى محشي بتنجان، وهم على الجمال. تعالوا بقى نتفسح مع بعض بينا، يلا بينا. هنا بقى كنا بقى ايه بنتفسح وكده، وخدت لكم صور، بصراحه مش صورت فيديوهات اهو دي كده صور. كنا طبعا العيال ما شاء الله مبسوطين، وكنت مصوره ادم ومصوره برضو روفان اهوت. بس روفان ايه مبسوطه، روفان كانت جايبه لها بطه، ودي بتاعت ادم. روفان كان لها بطه، مش عارفه نزلت الصوره ولا لا، اهيت هي وباباها. وهنا بره الميه وكده، او بره البحر، كنت مصوراها برضو بالبطوطه بتاعتها. هي بطه وراكبه بطه، يا اختي على الجمال، يا اختي على العسل. عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم في الصور وحبه الحاجات الجامده ديت، وتعملوا لايكات كتير بقى. باي.